السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم معاك عن استراتيجيات العقل الباطن، وكمان هقول لك بعض النصائح الخاصة بالامتحانات وهي اجتياز الامتحان. وفي البداية خليني أسألك سؤالين مهمين جدا ولهم علاقة كبيرة ببعض. السؤال الأول وهو: هل حصل معاك في وقت معين بعد ما ذاكرت المادة وقفلتها زي ما احنا بنقول اكتشفت ان انت مش فاكر اي حاجه او اي معلومه من المعلومات اللي انت بالفعل ذاكرتها كويس جدا؟ طيب هل حصل معاك بالفعل ان انت وانت جوه لجنه الامتحان بالفعل شفت السؤال والمفروض ان انت عارف الاجابه بتاعته وانت ذاكرتها في ليله الامتحان بالفعل، ولكن ما عندكش القدره على استرداد المعلومات دي، ومجرد ما بتخرج من اللجنه بتكتشف ان انت بالفعل عندك كل المعلومات وعندك قدره استيعابيه عاليه جدا؟ فلو الحاجتين دول حصلوا معاك بالفعل فتعالى دلوقتي هقول لك الاجابه على السؤالين دول، وهقول لك ليه ده بالفعل حصل معاك، وازاي تقدر تضبط اعدادات العقل الباطن علشان تقدر تستخرج منه كل المعلومات اللي انت عاوزها في اي وقت وبكل سهوله. واعتقد طبعا انك محتاج تتفرج على الفيديو ده في كل وقت من نفس العام، لان بالفعل هتقدر تحصل على كل المعلومات اللي تخص ليله الامتحان والاستعداد النفسي للامتحان. وكمان هقدر كمان اقول لك في الفيديو ده كل ما يخص العقل الباطن وازاي تقدر توظفه وتسخيره لتذكر المعلومات الدراسيه واجتياز الامتحان بكل سهوله. اهلا بيك من جديد، واتمنى طبعا انك تقدر تحصل على كل ما تريد وكمان تحقق مزيد من النجاح باذن الله. ولو انت اول مره بتشوفني فانا ايهاب الغرباوي، اخصائي تحليل نفسي من خلال علم الفراسه ولغه الجسد. وفي الفيديو ده هكلمك اكتر عن العقل الباطن وازاي تقدر تسخر عقلك الباطن وتعيد ضبط الاعدادات لصالحك، او انك تقدر تحصل على كل المعلومات الخاصه بليله الامتحان. ما تنساش تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل محتوى بنقدمه على القناه، وكمان تكون متابع جيد لفيديوهات التحليل النفسي اللي بقدمها اول باول. وفي البدايه خليني اجاوبك على السؤال الاول، واللي كان بيقول انك بالفعل خلصت الماده وعندك كل المعلومات الدراسيه، ولكن ممكن يصيبك نوع من انواع الاحباط او نوع من انواع عدم تذكر المعلومات، وخصوصا لو انت بالفعل ذاكرتها بشكل كويس وقدرت انك تحصل على كل المعلومات من الماده او الموضوع الدراسي ده. فليه ده بيحصل معاك وليه انت ممكن تشعر ان انت بالفعل مش فاكر كل حاجه؟ هقول لك دلوقتي. الفكره بكل بساطه انك عملت عمليه من عمليات الضغط النفسي على العقل الباطن، وده نوع مهم جدا من انواع الضغوط اللي بالفعل العقل الباطن مش هيقدر يديلك كل المعلومات اللي انت محتاجها، انه بالفعل مش في حاله استرخاء او مش في حاله تذكر جيد للمعلومات دي. طب هل بالفعل العقل الباطن دون كل المعلومات دي عنده؟ بالفعل ده حصل، ولكن بطريقه عشوائيه. فكانت المشكله عندك انت شخصيا، لانك بالفعل ما قدرتش انك تفلتر او تفايلنج لكل المعلومات دي بالشكل المناسب علشان تقدر تحصل عليها في الوقت المناسب. اما بخصوص اجابه السؤال الثاني، وهو انك اثناء الامتحان او في لجنه الامتحان ممكن تنسى كل المعلومات اللي انت بالفعل ذاكرتها، ومجرد ما بتخرج من الامتحان بتفتكر كل المعلومات دي. طيب ده ليه بيحصل معاك؟ زي ما قلت لك بالفعل لان ده نوع من انواع الضغط الوقتي او الضغط الملحوظ على العقل الباطن، وانك بالفعل بتصدر له شعور بيقول ان احنا لو ما قدرناش نحصل على المعلومات دي فبالتالي هتكون نتيجه سلبيه او نتيجه غير مرضيه بالنسبه لك، او انك ترسب في الماده دي او انك ما تحصلش على النتيجه المطلوبه. فبالتالي بمجرد ما بيخرج العقل الباطن من الضغط النفسي او من الضغط اللحظي ده بيقدر يستعيد كل المعلومات بسهوله، لان بالفعل الضغط اللي كان موجود عليه راح بمجرد خروجك من الامتحان وتقبلك لفكره ان احنا عملنا اللي علينا سواء احنا حلينا او ما حليناش. فبالتالي انت خرجت من عمليه الضغط، فبالتالي هو كمان خرج معاك من عمليه الضغط دي وبيقدر يسرد لك كل المعلومات اللي انت محتاجها عن الموضوع ده. فطبعا دي مشكله كبيره جدا، لانك بالفعل اعتقد انك كنت محتاج المعلومات دي اثناء الماده او اثناء الامتحان في وقته، ولكن مش بعد انتهاء الماده. فاعتقد ان كل الحاجات دي بتحصل معاك، فلو بتحصل معاك بالفعل فانا هقول لك دلوقتي ليه ده كله بيحصل معاك وازاي تتخلص منه بشكل كويس، كمان ازاي تقدر تعيد ضبط اعدادات عقلك الباطن وتقدر توظفه في الوقت المناسب او الوقت المثالي بالنسبه لك. ومهم جدا دلوقتي ان اقول لك قاعده او استراتيجيه من استراتيجيات عمل العقل الباطن، واللي هي بالفعل سحر وسحر كبير جدا، وقدر ان هو يحقق نجاح مع ناس كتير جدا لان هو عنده المعلومه او عنده القدره على توظيف المعلومه دي. وهي بالفعل والمعلومه بتقول: انت نتاج ما تفكر فيه، او انت ما تفكر فيه، او كل شيء تفكر فيه ينجذب اليه. يعني ايه الكلام ده؟ اي حاجه حضرتك هتفكر فيها هتنجذب وهتزداد من نوعها حواليك. لو انت بتفكر في موديل معين لعربيه معينه هتلاقيه منتشر قدامك بشكل كبير. لو انت بتفكر في موديل معين او موبايل معين هتلاقيه منتشر من حواليك. لو انت بتفكر في اي حاجه بتزداد وبتنتشر من نوعها، فبالتالي اعتقد انك محتاج تركز قوي في الحاجه اللي انت بتفكر فيها، لان زي ما قلت لك بالفعل هتزداد وتنتشر من نوعها بشكل كبير جدا. وكمان كلما زاد التفكير وكلما زاد اضافه بعض المشاعر والتعلق بالشيء ده هينجذب اليه. فخد بالك لان ده شيء مهم جدا. لو فكرت في الايجابي هتحصل على الايجابي، ولو فكرت في السلبي هتحصل منه بكل انواعه. فمهم انك تختار اكيد الشيء الايجابي. دلوقتي خلينا ندخل في صلب الموضوع واقول لك على مجموعه من الخبرات والتجارب العمليه بالفعل، بعيدا عن كل الكونتنت او المحتوى او الكلمات اللي بتتقال في معظم الفيديوز الخاصه بالتاهيل النفسي للامتحان والاستعداد للامتحان واجتياز كل الكلام ده.
انسى كل الكلام ده دلوقتي، فانا هقول لك دلوقتي على مجموعه من الخبرات المجربه والسهله والعمليه والمنطقيه اللي تقدر ان شاء الله من خلالها تحصل على نتيجه ايجابيه. الطريقه الاولى والمهمه جدا وهي التنظيم والترتيب المسبق. طب يعني ايه؟ يعني اكيد انك محتاج تنظم وترتب كل الادوات او كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها علشان تقدر تعمل عمليه المذاكره دي. يعني ادوات كتير زي اقلام، زي ورق، زي نوت بوكس، زي ستيك نوتس، زي اي حاجه، اي معلومه عن الموضوع اللي انت محتاج انك تذاكره وتفهمه. اعتقد انك محتاج تجمع كل المعلومات دي وتكون موجوده معاك علشان ما يكونش في اي داعي او اي سبب انك تقوم من مكانك او انك تروح تجيب حاجه معينه، وده هيقطع تركيزك طبعا وهيعمل لك نوع من انواع التشتت. فاعتقد ان الموضوع ده مهم جدا، اعتقد ان الموضوع ده هيكون مهم جدا وهيساعدك انك تحقق كل اللي انت محتاجه في الوقت ده وفي وقت قياسي. الطريقه والحاجه الثانيه والمهمه جدا وهي اختيار مكان يشعرك بالراحه والاطمئنان. طيب مش كل الاماكن تقدر من خلالها انك تذاكر او تقدر تذاكر فيها. يعني في ناس على سبيل المثال يعني بتحب ان هي تذاكر مثلا على مكتب او على السرير او في اي مكان، ولكن صدقني يعني اختار احسن مكان بالنسبه لك يدي لك راحه ويدي لك هدوء. المكان ده ممكن يكون كافيه، ممكن يكون اي مكان مفتوح، ممكن يكون مكان فيه لاندسكيب، يعني اي مكان يشعرك او يدي لك مصدر من مصادر الراحه. اعتقد انه هيكون مفيد ومهم ليك جدا، وده لانك بتعمل عمليه يعني تغذيه او بتعمل عمليه هدوء نفسي او هدوء لحظي للعقل الباطن. فاعتقد ان هو هيدي لك قدره انتاجيه اعلى لو انت في مكان تاني في اي مشتت خارجي او في اي حد ممكن يثير انتباهك او انك تفصل عن الحاجه اللي انت بتعملها بالفعل. الطريقه والحاجه الثالثه مهمه جدا وهي تجهيز كل المعلومات عن الموضوع اللي انت بتذاكره. يعني لو في مجموعه من الابحاث اعتقد انك مهم انها تكون موجوده معاك، لو في مصادر معينه، لو في كتب معينه، حتى لو كان في مصادر خارجيه او كان في ملخصات على سبيل المثال. فاعتقد كل المعلومات دي مهم انها تكون موجود معاك في وقت مذاكرتك او في وقت يعني تجهيزك للامتحان، علشان ما يكونش زي ما قلت لك في البدايه عندك اي سبب او اي نوع من انواع يعني ترك المعلومه او انك تفصل او انك تروح تعمل حاجه وترجع تاني. واحنا هنتكلم برضو على موضوع انك تفصل ده وهنعرف ازاي ممكن تعمله بالشكل الصحيح. اعتقد انك محتاج تكون عندك كل المعلومات عن الموضوع اللي انت بتذاكره علشان ما يكونش فيه اي نوع او اي داعي انك تسيب المذاكره او تسيب التلخيص ده وتقوم من مكانك. حاجه والطريقه الرابعه وهي نظام المراجعه الشامله. يعني ايه المراجعه الشامله؟ يعني مهم جدا انك تعمل مراجعه سريعه كده على الماده اللي حضرتك بتجهز لها او الماده اللي انت محتاج تذاكرها. المراجعه السريعه دي هتساعدك كتير جدا اثناء المذاكره، بمعنى كل ما توصل لشابتر معين او لفصل معين اعتقد ان يعني الذاكره هتبدا تتكلم تقول لك ان احنا جينا هنا قبل كده او احنا شفنا الهيدلاين او العنوان ده قبل كده. فده نوع من انواع التحفيز الوقتي للذاكره، وده شيء برضو مهم انك تعمله. فمهم جدا انك تعمل مراجعه شامله كده على الماده اللي انت محتاجها، ويا ريت تكون في اطار 10 دقائق. كمان الطريقه الخامسه والمهمه جدا وهي نظام التجزئه والتفاحه. ايه موضوع التفاحه والتجزئه وايه علاقه التفاحه بالموضوع؟ الموضوع بكل بساطه انك لازم تقسم الماده اللي انت بتذاكرها وتعمل فواصل. الفواصل دي ما بين كل فاصل وفاصل لازم يكون في حاجه مصدر من مصادر يعني المتعه او مصدر من مصادر الرفاهيه بالنسبه لك او مصدر من مصادر اي حاجه كويسه. فاحنا بنستخدم مصطلح التفاحه لان هي دي المكافاه اللي انت مثلا بعد ما تخلص 5 ورقات او هتخلص مثلا فصل معين فانت هتاكل حاجه حلوه او هتعمل حاجه كويسه. فاعتقد ان دي برضو حاجه مهم انك تعملها، وده برضو نوع او نظريه من نظريات يعني الخداع العقلي او استفزاز العقل الباطن. فمهم جدا ان يكون عندك حاجه حلوه تعملها بعد ما تخلص او تكافئ نفسك بجزء معين. فعلى سبيل المثال ممكن تبقى شوكليت، ممكن تبقى يعني اي حاجه حلوه تقدر تكافئ بيها نفسك ان انت خلصت جزء معين. حاول تجرب الموضوع ده، صدقني ما تحاولش يكون كلام بيتقال وخلاص، صدقني هيفرق معاك. في النظريه او الطريقه الثابته والمهمه جدا برضو وهي انك تستخدم ادوات مستفزه للعقل الباطن. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو انت هتلخص بعض المعلومات او انت هتسجل بعض الملاحظات على بعض المعلومات، حاول تعمل الموضوع ده على ستيك نوت يكون لونه مستفز شويه للعين، يعني الالوان اللي هي الغريبه غير التقليديه او غير المعتاده. طيب ده ليه هنعمل كده؟ ده لان المعلومه اللي هتحطها على اللون ده فعقلك الباطن هيبدا يسجل اللون، لان اللون غير طبيعي او غير مألوف عنده، فبالتالي هيسجل كمان المعلومه اللي موجوده عنده. فكمان حاول تستخدم بعض الاقلام او بعض الادوات اللي يعني بتعمل نوع معين من الالوان المستفزه. اعتقد ان ده هيساعدك بشكل كبير انك تسجل المعلومات في العقل الباطن بالشكل المرتب والصحيح، انك هتعمل يعني فايلنج بالشكل الكويس جدا. كمان حاول قدر الامكان يكون في نوع من انواع يعني الاستفزاز العقلي اكتر في الورقه اللي انت بتذاكر فيها. يعني حاول تعمل بعض الرسومات لان ده نوع من انواع الخرائط الذهنيه اللي يعني من خلاله بتقدر انك توظف المعلومه في مكانها الصحيح في العقل الباطن. فبمجرد ما بتحتاج المعلومه دي بتربطها بلون معين او بتربطها بشكل معين، فبالتالي هتفتكر الشكل بكل سهوله. وده برضو لان العقل الباطن بيحب كتير جدا فكره الالوان والصور والاشكال والاماكن، هو بيفتكر الحاجات دي اكتر من المعلومات او من الحاجات التقليديه او الحاجات اللي هي متعارف عليها. فاعتقد ان ده هيساعدك بشكل كبير انك تستخرج المعلومه
مع اللون او مع الشكل اللي انت رسمته. في حاجه والطريقه كمان المهمه جدا، وهي انك تاخد بريك. البريك ده حاول ما تخليهوش في وقت قصير وفي وقت طويل. فخلينا نقول دايما ان العقل الباطن بيفصل كل حوالي 50 دقيقه. طب خلينا نقول ان احنا هناخد بريك بعد 40 دقيقه. 40 دقيقه دول ممكن ناخد مثلا 10 دقائق 15 دقيقه بريك. البريك ده حاول تعمل فيه اي حاجه هلس، بالظبط زي ما انت سمعتها كده، اي حاجه مش مهمه، اي حاجه مش مفيده، اي حاجه ما فيهاش ضغط على عقلك، اي حاجه ما فيهاش تفكير. حاول تعمل اي حاجه تخرجك من التركيز اللي انت كنت فيه وتفصلك عنه. وبعد كده طبعا انت بتترك الحاجه دي وبترجع تعيد تركيزك مره ثانيه. فما تحاولش تعمل اي حاجه مهمه او اي حاجه مفيده، حاول تعمل اي حاجه مالهاش علاقه بالتركيز وانك تفكر فيها بشكل او ياخد جزء من نشاط التركيز او نشاط التفكيري عندك في العقل الباطن. فصدقني الموضوع ده مهم جدا، ولكن حاول تبتعد، يعني نصيحه مني، عن السمارت فون او انك السوشيال ميديا او تسكرول على تيك توك. حاول تبعد عن كل الحاجات دي وتعمل اي حاجه ثانيه مالهاش علاقه باي حاجه. وبالمناسبه لو انت محتاج تعرف اكتر عن العقل الباطن وازاي تقدر تسخر عقلك الباطن عشان تحصل منه على كل ما تريد وتفهم نظريات العقل الباطن وازاي بيفكر وازاي بيستنتج معاك كل المواقف، فاعتقد انك محتاج تتفرج على الفيديو اللي هيظهر لك هنا دلوقتي. وكمان اعتقد انك محتاج تتفرج على الفيديو ده لانه كمان هيظهر لك في الفيديوهات المقترحه بعد الفيديو ده. فحاول تتفرج عليه بعد ما تخلص الفيديو ده، لان صدقني الفيديو ده هيساعدك انك تعرف نفسك اكتر بشكل كبير، وهتكتشف ان كان في حاجات كتيره جدا انت مش فاهمها او مش عارف بتحصل ليه. فاعتقد انك هيكون عندك المعلومات الكامله عن العقل الباطن وازاي بيفكر وازاي بيشتغل وازاي كمان تسخره لصالحك. حاجه كمان المهمه جدا وهي تدوين كل الملاحظات. حاول تدون كل الملاحظات اللي عندك او كل المعلومات المهمه اللي عندك اول باول. وحاول تعمل الموضوع ده زي ما قلت لك من شويه كده بالخريطه الذهنيه، المايند مابس. فحاول تعمل الموضوع ده بالشكل ده، يعني حاول ترسم شكل معين وتحط عليه معلومه، ترسم ورده، ترسم عربيه، ترسم حيوان معين، ترسم اي حاجه، ولكن مهم انك تحط عليها المعلومه. ويا سلام بقى لو رسمت المعلومه على شكل معين. فالعقل بيحب قوي يا جماعه موضوع الاشكال والرسومات والالوان. فحاول تسجل معلوماتك عن طريق المصدر ده او بطريق الشكل ده. الحاجه كمان المهمه بعد كده، حاول ما تختبرش قدراتك العقليه. يعني حاول ما تستخدمش ذكائك، يعني حاول بقدر الامكان كده مش لما تذاكر معلومه معينه تحاول ترجع تفتكرها تاني وتعيدها مره تانيه، لان بالفعل لو انت حاولت تعمل كده ما افتكرتهاش هيصيبك نوع من انواع الاحباط ونوع من انواع يعني الزعل زي ما احنا بنقول. فهتحاول تركز مع المعلومه دي مره ثانيه، فهتاخد جزء كبير جدا من تركيزك في المعلومات اللي جايه. فحاول تراجع كل المعلومات بشكل مستمر. وزي ما قلت لك لو انت عملت الاستراتيجيات دي او الطريقه دي زي ما انا بتكلم كده، حاجه بحاجه 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 وبالاشكال اللي قلت لك عليها والمايند مابس، فاعتقد بشكل كبير انك مش محتاج تراجع المعلومه مره ثانيه وتختبر ذكائك. ما تقلقش، انت ذكي، انت جميل، انت قوي، انت كمان استراتيجيه حلوه ولكن انا ما بفضلهاش، ولكن خليني برضه اقولها لك لو انت يعني جربتها ونفعت معاك او كانت كويسه بالنسبه لك. وهي فكره انك حاول تشرح الحاجه اللي انت بتذاكرها لحد معين، والحد ده يحاول يكون يعني حد مش سهل انه يفهمك. على سبيل المثال لو انت ليك مثلا اخ اصغر منك سنا او والدك او اي حد في الاطار اللي انت فيه، حاول تشرح له المعلومه اللي هو مش فاهمها واللي هي يعني لا تعني ليه اي شيء ومش مجال دراسته. فلو كان عندك القدره انك تشرح له المعلومه دي وقد ايه هي حاجه مهمه وقدرت تفهمها له بشكل كبير، فصدقني انت الموضوع خلاص خلص معاك وبقت عندك كل المعلومات عن المعلومه دي وثبتت بشكل كبير جدا في عقلك الباطن. طيب الحاجه كمان المهمه جدا، حاول ما تفكرش في اي شيء محتاج منك تفكير او تركيز. يعني حاول تبعد عن اي موضوع انت محتاج تفكر او تخطط او ترسم او تعمل اي حاجه فيها مجهود عقلي. حاول تبعد عن الموضوع ده كله، وحاول تبعد عن كل المشتتات دي، وحاول تركز بس في الحاجه اللي انت بتعملها وتعملها بنفس الطرق اللي انا بكلمك فيها دلوقتي، ويا ريت بالتسلسل عشان يكون عندك النتيجه الايجابيه اللي انت فعلا محتاجها. الحاجه بقى الاخيره والمهمه جدا، نام وقت ما تنام. يعني مش مهم هتنام امتى، المهم تنام لما تشعر بالنوم. ما تحاولش انك تجبر نفسك انك محتاج تنام بدري عشان هتصحى بدري عشان عندك امتحان. صدقني مش هتعرف تنام، لان العقل الباطن ما بيحبش اي نوع من انواع الضغط او يعني الاجبار. فكل ما هتجبره ان احنا محتاجين ننام علشان نصحى لان عندنا حاجه مهمه، صدقني هو مش هيشتغل معاك بالشكل اللي انت محتاجه. وبالفعل انت اديته مصدر او اديته معلومه وفكرت ان انت عندك حاجه مهمه، فهو هيبدا يطلع لك كل السلبيات اللي انت ممكن تحصل لك عن الموضوع ده. يعني على سبيل المثال ممكن تنام فتحلم ان انت اتاخرت على الامتحان، او ممكن تنام فتحلم ان انت دخلت الامتحان مش فاكر اي حاجه، او ممكن تنام وتحلم انك بالفعل دخلت الامتحان ويعني رصدت في الماده دي فالنتيجه السلبيه. فهو من الاخر هيجيب لك كل المعلومات السلبيه عن الموضوع اللي انت بتحاول تضغط عليه. وخد بالك لان هقول لك دلوقتي معلومه مهمه جدا وخطيره عن العقل الباطن. العقل الباطن بيحب اكتر حاجه السلبي. العقل الباطن بيحب السلبي بشكل كبير جدا، اي حاجه سلبيه العقل الباطن بيحبها. فلو فكرت في اي حاجه ويعني ضغطت عليه، صدقني هو هيطلع لك كل سلبيات عن الموضوع ده.
فحاول تنام وقت ما تنام، مش مهم هتنام امتى، المهم انك تنام لما تشعر انك محتاج تنام. وبالنسبه لموضوع الصحيان فما تقلقش، لان الساعه البيولوجيه في عقلك الباطن هتصحيك غصب عنك، يعني ما تقلقش من الموضوع، مش محتاج تظبط منبه او محتاج ان حد يفكرك او حد يكلمك. صدقني انت هتصحى في اي وقت، بالفعل عقلك مسجله، لان انت مديله التاسك او مديله اوردر ان احنا محتاجين نصحى في الوقت ده علشان عندنا حاجه مهمه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واعتقد ان انا قدمت لك دلوقتي مجموعه من النصائح الغريبه بالنسبه لك والغير معتاده بالنسبه لكل الفيديوز الموجوده على يوتيوب او اللي بتتكلم عن الاستعداد للمذاكره والاستعداد لليله الامتحان وازاي تذاكر بالشكل الصحيح. وده اللي انا بكلمك دلوقتي من منظور العقل الباطن وكيفيه عمل العقل الباطن، وازاي تقدر انك تعيد ضبط اعدادات العقل الباطن وتسخره انه يعني يساعدك او يحقق لك النجاح اللي انت محتاجه. فلو كان الفيديو ده مفيد بالنسبه لك، يعني اعتقد انك مهم انك تعمل لي شير علشان يوصل اكبر عدد من الطلاب او من اعتقد انك مهم جدا انك تشير لي الفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. وكمان مهم جدا انك تكتب لي تعليق، تكتب لي فيه رايك او تكتب لي فيه معلومه تكون مفيده ليا او مفيده لاحد المتابعين. اتمنى ان شاء الله ان يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لك، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو اللي بقدمها. وكمان تقدر تتابع كل فيديو تحليل النفسي وتحليل الشخصيات من خلال ملامح الوجه، واللي بننزله ان شاء الله كل يوم جمعه على القناه. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد واتمنى لكم التوفيق الحقيقي باذن الله. السلام عليكم.